السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب دايما كده بخير، وكل حاجة حلوة تتمنوها تلاقوها يا رب. عامله لكم النهارده ان شاء الله باذن الله شعرية باللبن، بس على طريقة الرز بلبن، يعني تبقى متماسكة زي ما بنعمل رز بلبن بالظبط. وفي نفس الوقت يعني تبقى هو تغيير من الرز للشعرية، بس انا بحس ان هي اخف. طبعا رز بلبن طعمه لا يعلى عليه، بس دي بتحس ان هي خفيفة. الشعرية طبعا معروفة ان هي خفيفة. هنسمي الله كده. معانا كيلو لبن، معانا معلقتين نشا، ممكن ناخد معلقه وممكن ناخد معلقتين. معانا معلقتين معلقه لبن بودر، ومعلقه كريم شانتيه، ومعانا مكعبين زبده، مقدار يعني مكعبين زبده، وكوبايه ونص شعريه، ومعلقتين قشطه. بس كده، ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنحط بقى الزبده، مكعبين الزبده، نحط الشعريه، زي ما انتم شايفين كده هي قربت. ممكن على فكرة انا ساعات بحمر الشعرية او المكرونة لما تكون يعني حاجة مقصودة بيها دايت، بنحطها في الفرن، بس كل شوية بتقعدي تقلبيها لو انت مش عايزة السمنة او يعني تحمريها بمادة دهنية. ممكن تحطيها في الفرن وبعدين تاخديها بعد كده بقى تزودي عليها اللبن، بس تبقي متابعاها دايما عشان ما تتحرقش منك. في الفرن كل شوية تقلبيها، طلعيها وتقلبيها. وطبعا انا ممكن احط اللبن عليها واسيبها شويه، بس عشان انا يعني نعمل الفيديو بسرعه كده، فممكن احط اللبن واغطي عليها واسيبها، او اديها غلوه واسيبها، هتلاقي الشعريه استوت. وممكن نحط لها شويه ميه تغلي غلوتين، لان الشعريه ما بتستحملش. بس كده خلاص، انا جايبه ميه سخنه اهي. شويه كده حلوين تستوي فيهم. غلوتين كده ونشوفها. هنحط بقى النشا، معلقه النشا، طبعا اللبن بارد، معلقه اللبن بودر ومعلقه الكريم شانتيه، السكر كوبايه الا ربع. طبعا السكر التحليه دي بتاعتكم انتوا، كوبايه الا ربع. لو عايز تاني يبقى نحط. ونقلب على البارد كده. طبعا لو عايز نشا تاني هنحطها، والقشطه بنحطها في الاخر. طبعا كده الشعريه استوت. انا طبعا بخلي فيها يعني حاجه كده سوا الا ربع، عشان عبال ما تكمل مع اللبن. بس كده بقى. دلوقتي بقى هنضيف اللبن، المكونات اللي احنا قلبناها معاها، النشا ولبن البودره وكريم شانتيه. الشعريه طبعا استوت. حطينا كوبايه الا ربع سكر، ممكن تحطوا في قلبها من جوه جوز الهند، وممكن ترشوا عليها من فوق بعد ما تحطوا في الكوبايات او في الاطباق. زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص. هنحط بقى الفانيليا،
انا حطيت يا جماعه معلقه نشا تاني، لقيتها سايبه شويه، حطيت معلقه نشا تاني لان احنا بنعملها بطريقه الرز بلبن. هحط بقى القشطه دلوقتي. قشطه بقى بتعززها وتخليها جميله، الطعم بيبقى اجمل من لما تعملي شعريه بلبن بس كده، او تعمليها زي رز بلبن من غير ما تحطي لها الاضافات دي. بتضيف طعم جميل جدا، قشطه، الكريم شانتيل، لبن البودره، كل الحاجات دي بتعزز من الطعم قوي. مش عارفه اقول لكم طعمها بقى والريحه، انا دقتها كده في يعني من شويه كده، جميله جميله جميله. طبعا اللي عايز يعمل كوبايه واحده يعملها، يعمل يعني كوبايه ويدي نفس المقدار بتاع كيلو اللبن، بس انا حبيت ان تكون فيها سمك شويه عشان خاطر، او يعني يبقى فيها حاجه تتاكل، ما يبقاش سايبه كده. بس كده بقى الفقاعات دي بقى تعمل، ابتدي بقى ان انا اطفي عليها. بس كده خلاص، صبها بقى في الكوبايات. دلوقتي بقى نغرفه. حلو ازاي؟ احنا بنعمل رز بلبن بس بالشعريه، يعني هو احنا عايزينه سميك كده. الشعريه بلبن بتبقى سايبه، يعني احنا متعودين عليها بتبقى سايبه. انضف بقى الحروف وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده الاطباق طالعه كتير ما شاء الله، يعني كوبايه ونص شعريه طالعه عامله قد ايه مع كيلو لبن. ما شاء الله، يعني الطعم جميل وريحه جميله، مش عارفه اقول لكم عامله ازاي. وفي نفس الوقت طعم جديد، يعني هو طعمه جديد، يعني بنعمل شعريه باللبن بتبقى سايبه كده وحلوه وجميله، طعم تاني. ولما بتتعمل بالنشا بتبقى رز بلبن بس على خفيف شويه، لان الشعريه خفيفه. فيا رب يكون عجبكم. زي ما انتم شايفين انا عملت طبعا ايه، حطيت على اطباق شوكولاته، وحطيت على اطباق تانية زبيب زي ما انتم شايفين كده، يعني بشكل. وفي جوز الهند بس انا ما حطيتش بقى، في جوز الهند اهي بس انا ما رضيتش احط، لان في ناس يعني ايه حابه الطبق يكون كده. يا رب يكون عجبكم، ويعني تعملوه وتجربوا الطعم دوت. الناس طبعا تانية عاملاه بس مش كتير، مش حد كتير يعني، او بيتعمل شعريه باللبن وخلاص. لكن هي كده بتبقى طبعا الاضافات دي كلها بتديها طعم تاني خالص. يا رب يكون عجبكم، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان وصفات توصل لكم. سي او، سلام عليكم.